صباح الخير. احنا عندنا النهارده هنعمل كفته. عندنا المقادير بسيطه خالص. دي نص كيلو لحمه مفرومه وعليها دي بصله مبشوره، بس انا بشرها ناعم قوي بزياده. عندنا معلقه ملح، نص معلقه بيكنج باودر، نص معلقه سكر، معلقه الا ربع فلفل، وزيها معلقه الا ربع بهارات، معلقه ونص دقيق، وعصره فص ليمون تقريبا يعني. احنا هنحط البصل اهو، ولا اسهل من كده. ملح وفلفل وبهارات وبيكنج باودر والسكر كله على بعضه، وعصير الليمون اهو، وادي معلقتين 2 بس دقيق، بس كفايه عشان بس ايه. معلقتين دي صغيرين ولا كبار؟ لا وسط، مش يعني معلقه كبيره دقيق مليانه قوي هرميه كفايه. احنا القصه مش الدقيق، القصه التتبيله. هدعكها كويس علشان ايه كله يتجانس مع بعضه، وهنعملها في الفرن وخلاص ونخلص، مفيش اي حاجه. بس انا هسيبها بس منقوعه شويه، لازم يعني تتبل شويه عشان تشرب من بعضها. عشان كده انا كترت الملح شويه عشان ايه تدينا الطعم الحلو. وبعدين في الاخر بقى هوريكم بعد ما تطلع من الفرن نعمل لها، نكون مجهزين الفحمه، نعملها جواها كده بتديكي ريحة سكة تانية خالص، كأنك شوياها بره. طبعا انتوا شايفين اللحمة فيها نسبة دهون شوية، علشان بقى تدينا ريحة جميلة كده مع الفحم، وطعم كمان أجمل. أنا صورتها قبل كده ولكن مفيش مقادير، يعني أنا كنت مستعجلة فحطيت الصورة بس. النهاردة بقى بعملها بالمقادير اهي. هجهز. بصوا حبايبي، انا جبت طبق فويل كده عشان ايه، لا محبش الحاجات تبقى ملسوعه، وعليه ورقه فويل ودهنينها زيت، ولا ابسط من كده. ببساطه مفيش بعد كده. دي بقى ولا تخليكي تدعكي ولا يعني، بتسهل على نفسنا الامور صراحه يعني. انا همكتها كويس اهي. هصبعها على الكيس، على السيخ اهي. قرب السكة. بس في ايدي زيت وارجع لكم عشان ايه، عشان بصوا حبايبي، بنصبعها على السيخ. نصبعها على السيخ اهو. يعني نعملها زي اللي بياخدوا فيها مبالغ بس. اهو. لا بصوا بقى، هنصبع كله ونرجع لكم. بصوا حبايبي، خلصناها اهي. ندخلها على حرارة 180، وبعدين ايه بعد ما تستوي من تحت نحطها 10 دقايق تحت الشواية بس تدينا اللون الجميل كده، وما اطلعها اوريها لكم. حبايبي بصوا العظمة دي، ما خدتش مننا وقت، وطلع يعني عدد جميل برضو بالنسبة للنص كيلو، وما كشتش برضو قوي. بصوا اهي. انا عايزه اقول لكم فكره بقى على الصوص ده. لو انت بتعملي محشي واخده بالك، تاخدي بقى الصوص ده تسقي بيه المحشي من على الوش، حكايه حكايه. ويا سلام بقى لما بنبقى حاطين فحمه والصوص ده شارب من الفحمه، خلي ريحه المحشي تجنن تجنن. ليه؟ شوفوا حبايبي، ايه رايكم في في الوصفه الجميله السهله البسيطه؟ هنقطعها كده قدامكم عشان تعرفوا ان هي حلوه.
تحكيش. شوفوا دي واحدة قطعتها، استنى اجيب شوكة اهي. تحفة تحفة، مستوية زي الفل. ما تنسونيش يا حبايبي في اللايك والشير، وارجوكم تتابعوني ان شاء الله. برضو هننزل وصفات، واوعوا تنسوا تتابعوا قناتي. وباي باي.